الله الرحمن الرحيم. مرة تانية تحياتي معلقكم الرياضي محمد الشناوي، حيث التقي واياكم من خلال قناة القاهرة وبرنامج كرة بلدنا للتعليق على مباراة فريق غزل كفر الدوار وكفر الشيخ، اللي انتهى احداث الشوط الاول بالنسبة لهذا اللقاء بالتعادل السلبي 0-0، وكأن التعادل هو المسيطر على هذه المجموعة. ففي الشوط الاول ايضا العبور مع دمنهور 0-0 في ملعب العبور في اسكندريه، ابو قير للاسمده وسكه حديد طنطا 0-0، الحمام وشباب الضبعه 1-1 لحد دلوقتي في الشوط الاول. ايضا زي ما قلنا هي مجموعه التعادلات في الشوط الاول. هنقول باقي النتائج بعد الفاول ده. الفاول للغزل ويلمسها حلوه، وعلى طول اول فرصه يخطفوها من الحارس، لكن الحارس المبدع الحارس المتالق محمد مدحت يتدخل على مرتين ويقع محمد مدحت على طول. سلامات لمحمد مدحت. اول دقيقه في الشوط الثاني، تقدم فريق غزل كفر الدوار بهجمه حلوه جدا، خدها فيرست تايم كده اللاعب بتاعهم الخطير احمد الصاوي، والحارس محمد مدحت يشيل ويترد مره ثانيه لصابر ربيع اللي يسدد مره ثانيه، والكوره على طول فاول لصالح الحارس محمد مدحت. ومياه البحيرة متعادل برضه في الشوط الأول مع مطروح 0-0. الزعفران والحمام زي ما قلنا 1-1، وهي مجموعة تعادلات الشوط الأول. والمالية والأولمبي مؤجل من هذا الأسبوع. يا عم هنتفرج.